يا لطيف إذا هذا الحكي صحيح. ميزة مرعبة. أنت كنت تعرف أنه جوجل بسجل لك جميع مكالماتك الصوتية؟ والأرهب والأخطر من هيك أنه فيك تفوت تسمعها وتسترجعها كمان. أكيد أنت مش مصدقني، تعال معي لأورجيك بالضبط شو تعمل وتسمع مكالماتك القديمة. أول شي بتفتح متصفح جوجل، تضغط على صورتك الشخصية، بعدين تضغط على شيء اسمه إدارة حسابك، ومن هناك بتفوت على شيء اسمه البيانات والخصوصية، بننزل لعند النشاط على الويب وفي التطبيقات، وبعد هيك بننزل لتحت لعند إدارة كل النشاطات على الويب وفي التطبيقات. بعد هيك بتضغط على الفلترة مثل فلتر، تضغط عليها وبننزل لتحت وعلم على البحث السمعي، وبنضغط على تطبيق. وهون الكارثة، كل تسجيلاتك يلي انت عاملها راح تلاقيها هون. مثلا لو ضغطت على التفاصيل بعدين عرض التسجيل راح يجيب لك التسجيل وتقدر تسمعه. شوفوا يا جماعة الخير، تسجيلاتكم الصوتية كلها موجودة داخل جوجل، فديروا بالكم واستخدموها بالخير. نشر ومشاركة على أوسع نطاق، واللي مش متابعنا صار وقت قلت لكم إياها للمرة 20. اللي مش متابعني